الدجاج اللي كتشوفوا دابا في التصويره في الظرف عام واحد كيتم الاستهلاك ديال 8 المليار دجاجه سنويا في امريكا بوحدها، وفي العالم ككل كيتم الاستهلاك ديال اكثر من 50 مليار دجاجه سنويا. اشنو السبب ديال هذا الاستهلاك الكثير اللي ولينا كنستهلكوا به الدجاج، واشنو القصه من وراء هذا الدجاج، وشنو اللي خلى الدجاج ينتشر بهذه الكميه الكبيره في السوق مقارنه باللحوم الاخرى؟ سلام، في بوريكي فارم كنجيبوا لكم اي حاجه كتعلق بمجال الدواجن اللي ممكن تستافدوا منها وتنفعكم من هنا للقدام. فإلا حسيتوا براسكم استفدتوا من هذه القناه شجعونا بلايك وتعليق باش نزيدوا فيديوهات جداد. يلا نبدا. الدجاج هو الطائر اللي يقدر يعيش مئات السنين في الغابات بلا ما ينقرض وبلا ما تقاليه حتى حاجه، والعدد ديالو حاليا فايت العدد ديال البشر على الكره الارضيه بالاضعاف. مثلا لنفرض ان عدد الناس في الكره الارضيه 8 مليار شخص، فاكيد غادي يكون العدد ديال الدجاج هو 33 مليار دجاجه، بمعنى ان الدجاج متوفر بواحد الوتيره اللي كثيره في العالم، اكثر من البقر والخنازير والأغنام والماعز كذلك. وهذه وحده من بين الأسباب اللي خلاتنا نستعملوا اللحم ديال الدجاج بكثرة، سواء ردينا البال لهاد القضية أو لا. وهاد الدراسة اللي كتشمل 33 مليار دجاجة راه كتشمل فقط الدجاج الحي، ماشي المذبوح وماشي اللي كيتستعمل في السناكات واللي كيتشوا واللي كناكلو. بمعنى داك 33 مليار دجاجة راه غير رقم تقريبي للعدد الحقيقي ديال الدجاج في العالم. الدجاج عنده مميزات اللي خلاته يعيش في الغابات لمئات السنين قبل ما يعرفوه الناس طبيعة الحال. واخا غيتوير صغير ولكن عنده قدرة كبيرة انه يعرف يتخبى مزيان ويحمي راسو من الخطر، وعنده سرعة نظر قوية بزاف اللي كتضاعف سرعة النظر عند العين البشرية، وهذا الشيء اللي كيفسر علاش ما كيقدروش يشدوه بكل سهولة. يستعمل العين اليمنية باش يقلب على الماكلة، والعين اليسرية باش يهرب من المفترسين، وكيطلق جوج أصوات مختلفة. الصوت الأول باش ينبه القطيع اللي معاه من المفترسين اللي كيكونوا في الجو بحال النسر ولا أي حاجة بالسمن اللي ممكن تشكل عليهم خطر، والصوت الثاني باش ينبههم المفترسين اللي كيكونوا في الأرض بحال الثعالب والبشر النيت. وبالمناسبة هاد الثعلب اللي كتشوفوا كيتعتبر من أكثر المفترسين للدجاج من بعد البشر طبيعة الحال. الديك يقدر يتزوج مع عدد كبير من الإناث، وأهم المميزات ديالو أنه يقدر يتأقلم مع أي بيئة حطيتيه فيها، يعني ما عندوش مشكل، لقى الفيران والحشرات ياكلهم، لقى الحبوب والنباتات غيتغذى عليهم. سنة 2016 ناض واحد الباحث اللي سميتو إريك دورفمان دار واحد الدراسة اللي كبيرة على الإحصائيات اللي دارتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وقدر يعرف أنه تم الإنتاج ديال 66 مليار دجاجة في العالم في سنة 2016. أشنو كيعني هاد الشيء؟ كيعني أنه متوفر لكل شخص واحد في هذا العالم من 8 ل 9 دجاجات، في حين أن في سنة 1961 دجاجة وحدة كيتشاركوا فيها 400 شخص. تصوروا هاد الدرجة ديال التطور اللي أصبحت في عالم ديال الدواجن. وكاينة دراسة أخرى كتقول أن 55 مليار دجاجة كتذبح أو لا كتخزن إلا كانت ماشي في بلد مسلم طبيعة الحال. نظركم أشنو اللي خلى الاستهلاك ديال هاد الدجاج في العالم يكون بهاد الوتيرة؟ في 2007 كانوا مجموعة ديال العلماء خدامين على واحد البحث ديالهم. هذا البحث كان حول التحليل ديال الكولاجين في عينة بروتين. ديك العينة ديال البروتين لقاوها في الحفرية ديال تيرانوسورس ريكس اللي هو نوعية من الديناصورات اللي كيختصروها في تيركس. والنتيجة اللي توصلوا ليها في هذا البحث اللي كانت جدا غريبة وصادمة لبزاف ديال الناس. T-Rex can be remarkably similar to chicken، وهذا الشيء معناه أن التيركس كيشبه الدجاج إلى حد ما. وبسبب هذا البحث ولاو كيقولوا لك أن الدجاج ما هو إلا ديناصورات حية اللي تطورت مع الوقت. كاع الطيور اللي كنعرفوا كيتصنفوا في المملكة ديال الحيوانات لواحد الطائفة كتسمى أيفز، وهذا الشيء كيعني أن درجة القرابة بين التشابه ديال الدجاج والديناصورات قوية بزاف مقارنة بين التشابه ديال الديناصورات والزواحف. وإلا قلنا الزواحف فأكيد كنقصدوا التماسح فهاد الزواحف هاد. كاع هاد الدجاج اللي كتشوفوه دابا في الأسواق ولا اللي كنستعملوه في الماكلة ديالنا راه كيكون غالوس دوميستيك أو لا غالوس دوميستيك، اللي كتعني أنه داروا ليه التدجين.
الاصل ديال الدجاج بصفه عامه كيجي من الريد جانجل فاول اللي هو من نوع ديال كالوس واللي فيه 3 الانواع. هذا الريد جانجل فاول او لا دجاجه الادغال كيف كيقولوا ليها هو واحد الطوير اللي كيخاف بزاف، هو بصح سريع والنظر ديالو قوي، ولكن الا مشات تتشد كيخاف بزاف ويقدر يموت ليك. هو موجود الى يومنا هذا في جنوب اسيا واجزاء من الهند، وعند الانثى ديالو حاجه خطيره كتميزها على باقي الدجاج، وهو في الموسم ديال البيض كتبيض تقريبا كل نهار وممكن توصل ل 250 بيضه في العام. وهذه ميزه ما كتكونش عند الدجاج الاخر وكتكون استثنائيه غير بالدجاج ديال الريد جينجل فاول. وكيقولوا انها وصلت لهاد الميزه بسبب انهم كيعيشوا وسط نبات البامبو، وهذا النبات هذا معروف عليه ما كيدير الثمار على مده 10 سنين، وفاش كيكون الموسم ديال الثمار ديالو كيستمر لفتره. هذيك الفتره بالضبط الدجاج كيتغدى على دوك الثمار وكيبيض وكيخرجوا الفلاس بواحد الوتيره اللي كبيره بزاف. وبطبيعه الحال الناس ردوا البال لهاد المساله هذه اللي كتوقع. وفي نظركم شنو دار الانتباه ديالهم اكثر؟ البيض؟ اكيد لا. الفلالس؟ اكيد لا. الدجاجه؟ لا حتى هي لا. الديك هو اللي ركزوا معاه وردوا معاه البال، حيت كيسيطر على القطيع كامل وكيتحكم فيهم وكيدافع عليهم. ويا ويل شي ديك واحد اخر يجي يبغي يدخل القطيع ديالو، كيستعمل واحد الشوكه عنده في رجليه كتسمى سبير. هاد الشوكه هادي كيستعملها فاش كيحس بالخطر او لا فاش كيبغي شي ديك واحد اخر يدخل القطيع ديالو. والبشر بطبيعه الحال بداو كيصيدوا هادوك الديوك، ولاحظوا انه فاش كيكون ديك مع ديك واحد اخر كيكونوا عدائيين بزاف وكيتابزوا. وهنا منين تولدت الفكره ديال مصارعه الديوك. وعلى ذكر هاد المصارعه غادي نرجعوا شويه للور 8000 سنه قبل الميلاد. هاد الوقيته بالذات هي فاش بنت مصارعه الديوك في حضاره وادي السند اللي كانت في باكستان وافغانستان وبعض المناطق في الهند. وفي هاد المرحله بالذات هي فاش بداو تيديروا التدجين ديال الدجاج باش يبانوا عندهم سلالات اللي قويه اللي يقدروا يشاركوا بها في المصارعه ديال الديوك. وهاد السلالات هي اللي انتشرت من بعد في الصين وفي الشرق الاوسط. المحطه التاليه ديال الدجاج كانت هي ايران. فاش وصل الدجاج لايران في الالفيه الثانيه قبل الميلاد ما كانوش كيستعملوه في مصارعه الديوك وما كانوش كياكلوه، وما عندهمش القصد بحال المصريين انهم يوسعوا القطيع ديال الدجاج ويبيعوه، كانوا كيقدسوا الدجاج كآلهة. الزرادشتيين كانت عندهم نظريه كتقول ان الصياح ديال الديك هو واحد العلامه على واحد الصراع الابدي اللي كاين بين قوى الظلام وقوى النور. وهاد المساله فكرتني في بعض المعتقدات اللي كيدوروا عندنا في المجتمع المغربي. كيقولوا لك ان الصياح ديال الديك كيعني انه شاف شي حاجه غير مرئيه، يا اما ملائكه او جنون. وكاينه فئه واحده اخرى من الناس اللي كتقول لك ان الدار اللي كيكونوا الناس ديالها مربيين الدجاج راه ما كيدوروش فيها الجنون وكيكونوا فيها غير الملائكه. ومن بعد فتره وصل الدجاج لمدينه اور اللي كانت من اعظم المدن في عصرها اللي كانت في العراق. من وصل الدجاج للعراق كانوا كيربيوه فقط في المزرعه الملكيه والحدائق الملكيه كطيور للزينه، وكانوا عايشين كطيور ملكيه. وكان الدجاج ما كيكونش عند اي واحد، كان فقط كيكون في القصر الملكي او لا في الحدائق الملكيه. وفي القرن 15 قبل الميلاد ناض الملك المصري تحتمس الثالث دار غزو على الاجزاء من العراق لاسباب سياسيه واقتصاديه اللي كانت بيناتهم. ومن بين النتائج ديال هذا الغزو انهم داو كاع الامور اللي كانت في القصر الملكي في العراق والحدائق الملكيه ديال العراق داوهم عند الملك المصري. ومن بين الامور اللي كانت في الحدائق الملكيه هما الدجاج اللي كانت طيور للزينه. وهنا فين غادي يكون الدجاج ادخل للحضاره المصريه. المصريين فاش وصل عندهم الدجاج راقبوه مزيان ودرسوا كل حركه كيديرها، ولاحظوا ان نتوى كتبيض تقريبا كل نهار في الموسم ديال البيض. هنا فين جاتهم الفكره كيفاش يربحوا من هذا البيض ويزيدوا الانتاجيه ديال هاد الدجاج. المصريين ما كانش همهم انهم يحطوا الدجاج كطيور للزينه كيف موقع في العراق او لا يحطوا الدجاج كآلهة بحال الزرادشتيين. هما كانوا باغيين الربح من هاد الدجاج وكيفاش يزيدوا الانتاجيه. وهنا ردوا البال لان الدجاجه كتقرق على البيض لمده 21 يوم. الا كان البيض مخصب كيخرجوا الفلالس، والدجاجه كتقرق على 12 بيضه تقريبا، والبيض كيتفقس وكيولي فلاس وكيكبروا.
وكيزيدوا الانتاج ديال هاد الفلانس من بعد ما كيكبروا، وهكا كيكونوا ربحوا من هاد الدجاج. ولكن المساله انهم يتسناو الدجاجه تقرق على البيض كانت كتعطلهم بزاف على الانتاج اللي كانوا باغيين، وما كانتش كتوصلهم العدد اللي كانوا باغيين في الدجاج. داكشي علاش فكروا انهم يبنيو شي افران طينيه ويوفروا فيها نفس درجه الحراره اللي كتوفرها الدجاجه للبيض، ويديروا فيها البيض. وهنا فين جات الفكره ديال artificial incubator اللي هي الفقاصه الصناعيه اللي كانت بدات اكثر من 3000 سنه الى الان. وكانوا المصريين هما اول وحدين اخترعوها واكتشفوها وعرفوا الاسرار ديالها، وبقاو كيستعملوها بسريه تامه بيناتهم، حتى جا واحد الباحث اللي سميتو ميني أنطوان وقال في البحث ديالو ان هاد الافران الصناعيه او الفقاصات الصناعيه هي فخر الحضاره المصريه. في هذاك الوقت كانوا كيسميوهم افران صناعيه او لا فرن صناعي، ماشي حضانه او لا فقاصه، حيت بصح راه كيبنيو فران كيديروا فيه جوج طبقات. الطبقه الاولى اللي لتحت كيكونوا فيها البيض، والطبقه الثانيه كيديروا فيها واحد الشراره ديال العافيه اللي كتكون الفوق، تتكون بحال الشمعه كدير الدخان باش توفر الدفء لداك البيض اللي كيكون لتحت. يعني نفس الشروط والظروف الملائمه اللي كتوفرهم الدجاجه البيض. وكان الدجاج في مصر ديك الساعه كياكلوا غير الناس اللي لاباس عليهم، يعني الطبقه ديال الاغنياء والطبقه الراقيه. كيستعملوه في الاطباق ديالهم اليوميه بحال العشاء، الغداء، المهم الوجبات اللي بغاو. الرومان بدورهم فاش اكتشفوا الدجاج بداو كيتوسعوا في المزارع ديالهم، هما اول وحدين بداو كيبنيو السجنات للدجاج ويديروا ليها السينجات، وبداو كيبحثوا في الامراض ديال الدجاج وكيردوا البال للدجاج بزاف، وكيكتشفوا فيه الامراض والادويه ديالو وكيفاش يتعالج منه داك الدجاج. وكذلك هما اول وحدين كانوا داروا الاومليت. وزيادة على هادشي كاملو الرومانيين كيحطوا الدجاج في واحد المرتبه اللي كبيره بزاف، حيت عندهم واحد المعتقد ان ديك الدجاجه راه كتشوف المستقبل وكتعلم الغيب. مع ان الدجاج عنده قدره بصريه قويه، كانوا واخدين هذه المساله كدليل على القدره ديال الدجاج انه يشوف المستقبل، وداكشي علاش كانوا كيستشروها في الحملات العسكريه والحروب اللي كانوا كيخرجوا ليها. كيفاش كيستشروها؟ كيجيبوا الدجاجه كيحطوا ليها الماكله وكيعطيها داك القائد اللي غيخرج للحمله او للحرب الماكله. الا كلات من ديك الماكله فيعني ان هذا بشرة خير بالنسبه لهم، راه غادي يربح في الحرب. وإلا ما كلاتش او لا هربات راه غادي يخسروا. كيف ما كان دار واحد من القاده العسكريين في الرومان فاش كان كيحارب القرطاجيين، كان باغي يحاربهم على غفله ويدخل لهم من البحر. حط داك القائد الماكله للدجاجه، ولكن هي هربات وما كلاتش من ديك الماكله، وكانت هذه علامه خطر على ان ديك الحرب غادي يخسروا فيها وما غاديش يربحوا. ولكن هو دار اللي فراسو وقال لهم الجمله الشهيره ديالو since they don't want to eat let them drink، بمعنى ما بغاوش ياكلوا خليهم يشربوا. كيف كنقولوا حنا بالمغربيه المخيل في خيلهم يركبوا، المهم هو غيربح غيربح، هادشي اللي كان كيعني بها. المهم هذا القائد بالفعل مشى لديك المعركه وفعلا انهزم واحد الهزيمه اللي خايبه بزاف. الاسطول الحربي ديالو كامل تدمر وماتوا بزاف ديال الجنود اللي كانوا كيحاربوا معاه. ملي رجع وقف قدام مجلس الشيوخ وحاسبوه مزيان، ماشي حيت خسر في الحرب، لا، حيت اتهموه بالعقوق وعدم التقوى، حيت ما دارش بالنبوءه ديال الدجاجه المقدسه. خلال هذه الأحداث كاملة اللي طراو في مناطق مختلفة من العالم، نقدروا نقولوا أن الدجاج انتشر بواحد السرعة اللي رهيبة بزاف في العالم القديم كله. وهذا الشيء راجع أن الدجاج دغيا كيتأقلم مع أي ظرف ومع أي مناخ، سواء الجو الحار أو القاصح، المهم فين ما ربيتيه يصدق لك. وولى الدجاج جزء من الثقافة ديال كل الشعوب على مستوى العالم. مثلا في الاساطير النورديه في شمال اوروبا، الصياح ديال 3 ديال الديوك دقه واحده معناه وصل الوقت ديال راغنوك، اللي هي واحد الاحداث اللي عنيفه كيشاركوا فيها مجموعه ديال الالهه النورديه. وفي الديانه ديال الشينتو في اليابان، الديك عنده علاقه بالهه اماتيراسو وهي الهه الشمس والكون. حتى في اوروبا الوثنيه كان البيض ديال الدجاج جزء من الاحتفالات بفصل الربيع، والمسيحيين تا هما كيستعملوه في عيد الفصح، ولا البيض كرمز ديني كبير في هذاك الوقت.
في القرن التاسع ميلادي كان البابا نيكولاس الأول صدر واحد القرار باش يديروا تماثيل الديوك في الأبراج ديال الكنائس، حيت الديك كان رمز لواحد الواقعة دينية كان القديس بطرس دور فيها، اللي كان كيمثل فيها الصياح ديال الديك واحد الدور مركزي اللي كبير بزاف. بصح القرار ديال البابا نيكولاس ما كملش، ولكن الى يومنا هذا باقيين الاثار ديال داك القرار. داكشي علاش كنشوفوا في اي كنيسه الرمز ديال الديك في البرج ديالها الفوق، وهذا هو السبب منين جا داك الرمز. المهم الدجاج كانت ليه شعبيه كبيره بزاف في القرون الوسطى، والتكاليف ديالو ما كانتش غاليه بزاف وما كانتش رخيصه بزاف، يعني معقوله. ولكن علماء الاركولوجي لاحظوا واحد زياده كبيره بزاف في العظام ديال الدجاج اللي كانت غريبه بالنسبه لهم وما كانتش عاديه في واحد الفتره زمنيه معينه من سنه 900 ميلاديه حتى 1000 سنه ميلاديه. في هذه الفتره بالضبط كان واحد التطور اللي غريب في الدجاج، الحجم ديال العظام ديالو كان مختلف وكبير بزاف مقارنة بالحجم الاعتيادي اللي خاصو يكون عليه، والسبب راجع لواحد طائفة قوية من رجال الدين اللي سميتهم بنديكتين مونكس. كانوا كيحطوا قوانين على الصيام، واي واحد كان صايم ديك الساعات كانوا كيقولوا ليه ممنوع انك تفطر باللحوم ديال الماشيه، والاغلب ديال هاد اللحوم ما كانش كيخصهم يفطروا به، يعني بحال كيكون حرام ولا شي حاجه بحال هكا. وكانوا كيسمحوا لهم فقط ياكلوا البيض والطيور، ومن بين هاد الطيور الدجاج. في واحد الدراسة اللي دارتها جامعة أكسفورد سنة 2017 على تحليل ديال العظام ديال الدجاج في هذه الفترة الزمنية اللي كانوا الناس كياكلوا فقط الدجاج وما كانوش كياكلوا اللحوم ديال المواشي الأخرين، ولقاو أن كاينة تغييرات جينية اللي تطورت بواحد السرعة اللي كبيرة بزاف بسبب الانتقاء الصناعي اللي تدار للسلالات ديال الدجاج. بمعنى مني كتكون شي صفه مطلوبه في السوق بحال الحجم ديال الدجاج، اولا مني كتكون الدجاجه كبيره بزاف وكيعجبهم الحجم ديالها، كيهزوا داك الدجاج كيزوجوه مع نوع واحد اخر مثلا اللي فيه شي صفه اللي عجبهم، وهكا كانوا كيخرجوا لهم الصفات اللي بغاو هما اولا اللي اختاروا هما، بحال الوزن مثلا، اولا انتاج البيض باكثر عدد ممكن، اكثر من العدد الطبيعي، اولا الانواع الاقل عنفا، على حسب شنو اللي مطلوب ديك الساعات في السوق واشنو اللي كيستهلكوه الناس بوتيرة أكبر. في الكتاب وايت تشيكن كروس ذا وول للكاتب أندرو لاولر كيجاوب على واحد السؤال اللي مهم ديال كيفاش أن ممكن واحد تقليد بشري ديني ساهم في واحد التغيير الجيني للدجاج بواحد الشكل اللي كبير بزاف. والجواب على حسب الكاتب ببساطة لأن الدجاج كان في جميع المراحل اللي عاش فيها البشر، بالإضافة أن الحجم الصغير ديال الدجاج عاونوا بزاف أنه يكون رقم واحد في الاستهلاك، حيت ديك الساعات ما كانوش وسائل التخزين بحال الثلاجات وهذا التطور اللي واصل ليه العالم حاليا. كان ديك الساعات إلا ذبحتي بقرة ولا معزة راه كنتي كتهز الهم لذاك اللحم باش ما يخنزش، إلا ما غتاكلهاش في نهارها أو في يومين راه ما يمكنش تفوت فيها سيمانة. وزيد عليها داك الوقت كانوا كيسافروا بزاف الناس في السفن، وكان السفر كيطلب واحد الوقت. زيد عليها أن واحد الميزة كبيرة في الدجاج هو أنه ما كيعرف لا يطير لا يعوم. المستوطنين الأوروبيين داو معاهم الدجاج لجميع الأنحاء العالم، فين ما كانوا كيمشيو كيديو معاهم الدجاج. كاينه نظريه كتقول ان الدجاج وصل لامريكا الجنوبيه قبل من كولومبوس. الدجاج في امريكا الشماليه كان الماكله اللي خصصوها للعبيد اللي جايين من افريقيا، وكان الدجاج هو المخلوق الوحيد اللي سمحوا لهم يربيوه، وهما اللي اخترعوا الدجاج المقلي فرايد تشيكن. كيقطعوا الدجاج وكيقليوه في زيت النخيل. الوجبه اللي جابوها السود من شمال افريقيا ولات طبق مشهور في جنوب امريكا وفي الولايات بحال جورجيا وكينيا. اما في اوروبا القاره العجوز كيف كيقولوا ليها كان الدجاج هو المنقذ لبريطانيا. في القرن 19 ميلاديه كانت المشكله ديال الجوع مزمنه في بريطانيا لدرجه تسموا هذيك المرحله The Hungry Forties اللي هي جوع في الأربعينيات. وهادشي كان بسبب الفساد ديال واحد المحصول ديال البطاطا كانوا دايرينو داك العام خسر ليهم كامل. وكان ديك الساعه لندن اكبر مدينه من حيث السكان في العالم كامل، كبر حتى من بكين، وكانوا الناس ديك الساعات كيخدموا النهار كامل في تماره تشوفوا واش يقدروا يوفروا حتى الماكله لولادهم، وكانوا تيديروا الاضرابات بزاف والثورات بزاف والمعيشه غلات عليهم والاضرابات. المهم ديك الساعات كانت واحد روينه نايضه في اوروبا. توماس ماتيوس في هذاك الوقت
قدم واحد النظريه وقال لهم الا بقى عدد السكان كيتزايد لهاد الدرجه والحال ديال الموارد الغذائيه بقات على هاد الحاله هادي، راه غادي توقع واحد الكارثه عظمى اللي عمرها ما وقعت في التاريخ ديال البشر. حيتاش كاع الناس محتاجين لواحد المصدر او لواحد المورد اساسي للبروتين، هما كيخدموا النهار كامل وما كيصوروا حتى حاجه. يعني بداو كيفكروا باش يديروا شي حل باش ينتعش الاقتصاد. وفي هذاك الوقت نيت كانت يلاه سنة حرب الأفيون اللي كانت بين الصين وبريطانيا، وهذوك اللي رجعوا من الحرب جابوا معاهم سلالات ديال الدجاج اللي كانت كبيرة وزوينة. وهنا فين بداو كيديروا تدجين ديال الدجاج الأوروبي مع الأسيوي باش يكبروا الوزن والحجم ديال الدجاج، باش تكون النتيجة ديال هاد التدجين ديال هاد السلالات واحد البديل اقتصادي اللي يحل المشكلة ديال الجوع اللي كانت واقعة في بريطانيا ديك الساعات، حيت كانت فريمون واحد المشكل اللي كبير. وفعلا هنا فين بدات مرحلة سميتها هين فيفر، بمعنى شوم الدجاج أو لا ذا فانسي. سلالات كتيرة كيختاروها وكيزوجوها مع سلالات واحدة أخرى اللي كيتوفروا فيها شي صفات اللي بغاو هما، بحال الوزن أو الإنتاج البيض بعدد كبير. كيزوجوا هاد السلالات وكيشوفوا اش من صفات غادي يخرجوا ليهم في هاد السلالات. الناس فاش اكتشفوا الدجاج بواحد الوتيرة اللي كبيرة بداو كيستعملوا التكنولوجيا باش يزيدوا العدد ديال الدجاج، ولاو كيستعملوا الفقاصات الصناعيه اللي كتخدم بالكهرباء، وبداو كيبانوا المزارع الصناعيه اللي مجهزين بالفقاصات اللي كيخدموا بالكهرباء، كيجيبوا البيض وكيديروا له تقيس باش يزيدوا عدد ديال الفلات وهكا يربيو الدجاج. ولكن القضيه ما نجحاتش ليهم، حيتاش في ذاك الوقت قبل الحرب العالميه الاولى كاع الناس كانوا مربيين الدجاج، خصوصا العيالات في ديورهم كانوا كيربيو الدجاج باش يديروا واحد مصدر دخل ليهم اللي كيسميوه ايغ ماني، اللي المهم اي حاجه اي مرأة كانت كتبيع ديك الساعات البيض. داكشي علاش ما كانش الاقبال على هاد المزارع. في الحرب العالميه الثانيه اللي كانت في سنه 1939 وبقات حتى 1945 امريكا ضربتها ازمه نقص في اللحوم. داكشي علاش الحكومه الامريكيه خرجت بواحد التقرير انها اي مواطن امريكي غادي يتحدد ليه واحد الكميه معينه من اللحوم والاجبان والالبان اللي ممكن يتقداوها. وفي هذاك البيان اللي خرجته الحكومه ما ذكرتش الدجاج. داكشي علاش كان واحد الاستهلاك على الدجاج في امريكا عند المواطنين الامريكيين بواحد الشكل اللي عمرو سبقوا في التاريخ الامريكي، انه الدجاج كان كيتستهلك بهذيك الوتيره، كلشي كان كيستعمل الدجاج. ولكن المشكل اللي كان عند الامريكيين مطروح ديك الساعه، واخا انهم كيستهلكوا الدجاج بهذيك الوتيره الا انهم ما كانوش راضيين بالوزن ديال الدجاجه، حيت هما باغيين واحد الدجاجه اللي تغدي 4 الافراد يعني عائله. اما ديك الساعات الدجاج مازال عنده نفس الحجم، يعني نفس الحجم الطبيعي ديالو، يعني مازال دوك السلالات اللي تطورات في اوروبا وبريطانيا مازال ما وصلتهمش. داكشي علاش كان داك الوقت نظموا واحد المسابقه وسموها The Chicken of Tomorrow، اللي هي دجاجه الغد. اللي عنده شي دجاجه كتوزن واحد الوزن كبير كيمشي كيشارك بها في المسابقه باش يربح. وهنا فين بداو كيزيدوا المضادات الحيويه للدجاج في الماكله ديالو، حيت ما كافيش غير التدجين باش يوصلوا للوزن اللي بغاو. المضادات الحيويه اللي كانوا كيزيدوها في الاكل ديال الدجاج اكيد عطات واحد التاثير اللي كبير على الدجاج، وكانت عطاتهم الاوزان اللي بغاو يوصلوا ليها وكل شيء. المهم كخلاصه، الدجاج عاش مع الانسان كاع الفترات ديال حياته، ووقعوا ليه بزاف ديال التطورات كيف ما وقعوا للانسان بزاف ديال التطورات حتى هو، ولا هاد الدجاج جزء من الثقافه ديال كاع البلدان، حتى من الجانب الديني دخل فيه. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك متابعة، وراه كنديروا مجهود كبير في لي فيديو. إلا كيعجبكم هذا النوع ديال لي فيديو قولوها لينا في التعليقات باش نستمروا.